برشلونة. المدينة اللي الكل بيحكي عن جمالها وتناسق البناء فيها، مدينة ممكن تبين لك هادئة أو جميلة من فوق. لكن يا ترى لو نزلنا على الأرض شو ممكن نشوف؟ حتشوف هي الأعلام منتشرة بالمدينة، وهذا علم أقليم كاتالونيا، بس الغريب أنه على بعض الأعلام بيكون مكتوب We are not Spain، ونحن بإسبانيا، فكيف؟ كل فترة ببرشلونة بتصير هي الفوضى الدموية بالمدينة. ولحتى نعرف السبب لازم نرجع بالتاريخ شوي لورا. برشلونة هي عاصمة أقليم كاتالونيا اللي بيقع بالشمال الشرقي لإسبانيا. مساحة الأقليم 32 ألف كيلومتر مربع، يعني مو صغير أبدا، وهو سادس أكبر منطقة بإسبانيا من ناحية المساحة. بس الأقليم اللي أغلب سكانه بيعيشوا ببرشلونة اللي بتعتبر جزء من إسبانيا بيعتبروا حالهم مو إسبان، وحتى كتير منهم بيرفض يحكي بالإسباني وما بيحكوا غير اللغة الكتالونية. نريد الحرية والتحدث بلغتنا وأن نكون معروفين ومسموعين. عاشت كتالونيا، عاش وطننا. العداوة بين كاتالونيا وإسبانيا مو جديدة أبدا، هي قصة عمرها قرون. القصة بلشت سنة 718 ميلادي لما المسلمين بالأندلس وصلوا لشبه الجزيرة الإيبيرية إسبانيا والبرتغال. كان بدهم يوصلوا لفرنسا فسيطروا على كاتالونيا بالكامل، ووقتها كانت مجرد قرى وإقطاعات إيبيرية بتدعى باركينو. بس الأمور تغيرت بسنة 760 لما الفرنجة سيطروا على الأقليم كليا، وبسنة 801 حولوا نظامات إقطاعية من سكان كاتالونيا الأصليين. وحكام كاتالونيا كانوا خاضعين لملوك الفرنجة لفترة، لحد ما طلع حاكم برشلونة ويلفريد المشعر وقرر يتمرد عليهم سنة 978 ويستقل بإقطاعيته، وأسس مدينة برشلونة اللي بنعرفها اليوم. بس من بعدها برشلونة شافت أيام كتير بشعة. وبسنة 1479 صار زواج الملوك الكاثوليك، إليزابيث ملكة قشتالة وفرينداميند ملك أراغون. الاثنين بيعتبروا جزء من إسبانيا، بس كل منهم كان إقطاع لحاله. هالزواج كان بداية لتكوين مملكة إسبانيا، وصارت كاتالونيا جزء من المملكة الإسبانية، وببلش فصل جديد بتاريخها. ومن هذا اليوم والكتالان بيعتبروا حالهم محتلين من إسبانيا. وبوقت بين 1640 و 1652 قاموا الكتالان ومساعدة الفرنسيين بالثورة على التاج الإسباني، بس بالأخير التاج الإسباني اعترف بحقوق الحكم الذاتي للكتالان. وبعدها صار صراع داخلي بإسبانيا بين الملك فيليب الخامس وكارلوس، وانتهى بسقوط برشلونة ب 11 سبتمبر 1714، وصار فيليب ملك لإسبانيا. بس ضل حاسس إنه الكتالونيين خانوه، لأنه بسنة 1701 أقسموا له على الولاء، وبعدين تحالفوا مع خصمه كارلوس. ولهيك ب 1716 أعلن خضوع تاج أراغون بكل مقاطعاته بما فيه كاتالونيا لتاج قشتالة، وألغى كل المؤسسات والحقوق تبع الحكم الذاتي الكتالوني. الكتالان فقدوا الأمل وبعدوا عن السياسة بالمرة، وصاروا يشتغلوا على أراضيهم ويطوروها. وبالنص الثاني من القرن ال19 صارت كاتالونيا مركز صناعي كتير كبير، ومن وقتها تعتبر كاتالونيا أكثر وأهم منطقة متطورة صناعيا بإسبانيا. بهداك الوقت كانت إسبانيا مشغولة بحروب عالمية مع فرنسا وبريطانيا. هون الكتالان صاروا يحسوا إنه عم يشتغلوا ليل نهار ليصرفوا على حروب ما إلهم أي علاقة فيها، ورجع حلم الاستقلال براسهم، خصوصي إنه مدريد كانت تبعد برشلونة عن السياسة وصناعة القرار. بلشوا يطالبوا بالاستقلال من جديد، بس هيك شيء قابلوه بالقمع والظلم. ولحد سنة 1914 رجعوا حصلوا على حكمهم الذاتي، فصار عندهم شعور إنه ممكن فعلا يقدروا يستقلوا بيوم من الأيام. وبعد إعلان قيام الجمهورية الثانية بإسبانيا بين 1931 و 1939 الكتالان رجعوا استعادوا مؤسسات الحكم الذاتي سنة 1932. وصارت اللغة الكتالونية لغة رسمية جنب اللغة الإسبانية، وعاصمتها برشلونة. بس الحلم ما مكتمل، لأنه بعد وقت قليل كاتالونيا اضطرت تتحد مع جمهورية إسبانيا لمواجهة خطر فرانكو اللي كان بده يوحد إسبانيا بالحديد والنار. وبسنة 1939 برشلونة رجعت لمدريد، وبعد انتهاء الحرب الأهلية بانتصار فرانكو
قوات فرانكو دخلت برشلونة بعد 3 سنين من الحرب الأهلية وألغوا كل المؤسسات الكتالونية، حتى اللغة الكتالونية لغوها تماماً أنها تتعامل بالمعاملات الرسمية لحد سنة 1975، وهي السنة اللي مات فيها فرانكو. بسنة 1978 صار استفتاء شعبي لرجعة الحياة الديمقراطية لإسبانيا، وصوت فيه 90% من مواطنين كتالونيا لصالح الدستور الإسباني الجديد اللي بيقول وحدة الأمة الإسبانية اللي ما بتنقسم، وبيتضمن وبيعترف بحق الحكم الذاتي للقوميات والأقاليم اللي بتتكون منها إسبانيا، ومن بينهم كتالونيا بس ما استقلت نهائيا. وأواخر القرن ال19 وبداية القرن ال20 تأسس نادي برشلونة، وكان الممثل الشرعي لسكان الإقليم، ومشان يقلدوهم عملوا ريال مدريد باسم العاصمة. والصراع السياسي انتقل لكرة القدم، وتم إعدام رئيس نادي برشلونة وأعطوا لريال مدريد امتيازات أكثر. Vean el difícil disparo de Luisito. وب2006 قررت حكومة كتالونيا قانونياً تعترف إنهم أمة، وب2010 اتعمل طعن على القرار من الحكومة المركزية وانشطب القانون هذا. وبال2017 أعلن رئيس حكومة كتالونيا كارلوس بيجيمونت عن استفتاء بانفصال كتالونيا عن إسبانيا، والمحكمة الدستورية الإسبانية اعتبرت إنه القرارين اللي أصدرهم برلمان كتالونيا بخصوص إجراء استفتاء حول الاستقلال غير شرعيين. ومن بعدها تم إعلان الاستقلال من جانب واحد، والحكومة المركزية بمدريد أخذت بتارها وجردت الإقليم من استقلاليته. لما تمشي بشوارع برشلونة رح تشوف كتير على الأبنية والبيوت أعلام مكتوب عليها كتالونيا ليست إسبانيا، وهي العبارة بتلخص كل شيء. الكتالونيين بيعتبروا حالهم محتلين من إسبانيا من زمان، بس ليش كتالونيا بدها تنفصل عن إسبانيا لهي الدرجة؟ بالحقيقة لما بلش نظام الحكم الذاتي بكتالونيا، ولما المحكمة الدستورية الإسبانية لغت هالقانون بال2010، حاولت الحكومة المحلية تفاوض وما صار شيء، وهذا زاد الإصرار على إجراء استفتاء على الاستقلال. وكمان اللغة الكتالونية مختلفة بشكل كبير عن الإسبانية، وهذا الشيء واضح أكثر لما تزور برشلونة لأول مرة. No porque hagi viscut a moltes bandes, de fet, quasi tota la meva vida, per no dir tota, he viscut a Mallorca. الكتالونية لغة رسمية بالإقليم مع الإسبانية، ومسموح استخدامها رسمياً بالحكومة والمدارس، وأهم سبب إنه هي من أغنى وأقوى الأقاليم بإسبانيا، وبتساهم 30% من دخل الدولة. وغير هيك اللي اشتغلوا وطوروا مدينتهم كمان هن بيدفعوا ضرائب كبيرة، وبيشوفوا إنه الحكومة الإسبانية ما عم تعاملوا منيح وبتفرق بينهم وبين مدريد. أهل كتالونيا بيشوفوا إنه إقليمهم مليان بالخيرات، وإسبانيا عم تستغلها لصالحها، وهن ما عم يستفيدوا، وبيقولوا إنه الإقليم لازم يكون لأهله. يعني تخيل حالك عم تشتغل ليل بنهار وتعطي كل تعبك وجهدك، وبالأخير اللي استفاد ناس تانية، فكيف بيكون شعورك؟ هيك بحسوا أهل كتالونيا. وصار كثير من الاحتجاجات والاستفتاءات بتحقيق حلمهم للاستقلال، لكن كلها باءت بالفشل، بس بيستنوا مباريات النادي تبعهم مشان يهتفوا بالاستقلال. وكمان اليوم اللي بتلاقي فيه نادي برشلونة ونادي ريال مدريد بتصير معركة حقيقية بنفوس الكتالون. لأنه نادي برشلونة عم يمثل بالنسبة لهم الاستقلال، والكتالان ما كتير ناس بتعرف قصتهم من البداية، وما حدا بيدعمهم، وحتى الإسبان بتكون ردة فعلهم بالغضب ورافضين موضوع استقلالهم. وإذا الكتالان طلعوا بمظاهرة، الإسبان بيردوا عليهم مظاهرات بترفض حلمهم، وإنه برشلونة وإقليم كتالونيا كلهم جزء من إسبانيا. ولحد هلأ الكتالان متمسكين بحلمهم، مو بس الوطن العربي كله احتلال وبدهم يستقلوا، ومو كتير ناس بتعرف عن أوضاع الغرب. بتفكروا بيوم من الأيام ممكن يقدروا يستقلوا ونشوفهم دولة لحالهم، ولا شو رأيكم؟ ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تدعمني باللايك والاشتراك بالقناة ليصلكم إشعار عند رفع الفيديوهات القادمة. وإذا وصلت لهالمكان من الفيديو بتشكرك أولا على المشاهدة، ثانيا بتمنى تكتب لي كلمة السر لأعرف عدد الناس اللي وصلت لهون. كلمة السر لليوم هي كتالونيا. سلام.